أبو حميد، ايه ابو الجوج. بالبلد الكل عم يضرب غاز مسيل للدموع. ايه ليش ما نضرب غير غاز؟ مثل شو تاج راسي؟ كيماوي مثلا؟ لك ما انضرب من زمان. لا، بدنا نضرب غاز تاني، يعني بدل ما نبكيهم نضحكن مثلا. انه مثل شو قصدك؟ غاز مثير للضحك يعني؟ ممكن، ليش لا؟ كيف؟ اسمع لقلك. مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعين اذاعه ياسمين الشام بالحلقه الرابعه من مثير للضحك. انا جهاد من وراء المايك، ومحمد بهندسه الصوت والاخراج، وشباب حاجز باند بالاعداد. محمد، ايه جهاد. هلا الانسان من الثدييات مو هيك؟ هلا حسب علمي ايه هيك. إيه لا ما حذر، الانسان طلع ببيض. العمى ببيض؟ ايه ببيض. شلون يعني؟ يعني مثلا لما اوباما قرر يصلح عناصر الجيش الحر باسلحه نوعيه، بيضة هي ولا ما هي بيضة؟ بيضة. قال بشار الأسد قرر يعمل ديمقراطية وصار عنده منافسين اثنين، بيضة هاي ولا مو بيضة؟ بيضة. وقت بيطلع أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام وبيقول لك إنه هدفنا إسقاط النظام، ما هي بيضة هي؟ ايه بيضة. وقت حسن نصر الله بيبعت عناصر لحمص والقصير وبيقول لك بحجة حماية السوريين ورد الجميل تبع النظام وطرد التكفيريين، بربك ما هي بيضة؟ بيضة والله. وقت ملك الأردن بيطرد السفير السوري تبع النظام في الأردن بحجة إنه غير مرغوب فيه، بيضة ولا لا هي؟ بيضة. كمل لك ولا حاج؟ إيه لا حاج. معناها طلع ببيض ولا لا؟ ايه والله ببيض. إنه الخازوق وين؟ وقت تكون نايم بغرفة الضيوف وبتقوم وبتلاقي في ضيوف قدامك، ساعتها ما بتعرف إذا بدك تقوم تسلم أو تعمل حالك ميت لك أبي. ولك جهاد، شو؟ تعرف انه امبارح قريت خبر على الفيسبوك انه في مرأة ايطالية انتحرت لانه جوزها قال لها بس انها سمينة. العمى عنا ما بيسترجي إلها نصحان شوي حتى ما تسفق خازوق فورا وتقول له مو أنصح من إخواتك. يا سيدي هي مرة مسكوا بنت بتهمة القتل وصارت تعيط قدام القاضي، أنا بريئة يا سيادة القاضي والله بريئة. نط القاضي وقال لك يا بنتي كل الأوصاف منطبقة عليكي، جميلة ورشيقة وأمورة وجذابة كمان. صفنت البنت شوي وتفتحوا التفاحات على خدودها وقالت له بس والله ما كان قصدي اقتله يا سيادة القاضي. إيه ما يبلى العقل الكبير لك يا بنات. حكينا يا جهاد إذا الجيش تبعنا صار نسوان. دانا بتقول لعلا، فجري هداك العدو. بترد عليها علا وبتقول، لا ما بدي، حرام شكله حلو. وفطومة بتقول لشهد، أطلقي عليه النار بسرعة. وبترد شهد. لا ما بدي، بيشبه حبيبي حمودة. ميمو بتقول لديما أو دمدومة، عبي مشط روسيتك. بترد ديما. ايه لحظة بس لأربط شعري ثواني. ولا تالا، يا الله المدفع عليه صرصور. يلا أطلقي الصاروخ بسرعة. يا الله لا ما بحب شوف دم. يا الله منكم شو غليظين، انكسر ضفري. يا الله الدوشكا خرب لي سشوار شعري. إيه لا والله رح ننتصر. إنه تحديد النسل شغلة مهمة مشان يتناسب مع الدخل لكل عائلة. بتلاقي مثلا الأمريكية بتجيب ولدين وبنت، أما الفرنسية بتجيب بنتين وولد، أما المرأة السورية ست بنات 8 صبيان، 2 توم، 1 ضاع، 1 بالغلط، و3 بإسقاط، وبتقلك المصاري ما عم تكفي لنص الشهر. ام والبركة الحجة فاتحة وتلعب المزرعة السعيدة ونسيان تاع التشغيل التلقائي لك يا جهاد. وهلأ بننتقل للفقرة الثانية من برنامجنا ومقولات اختها الوضع. بيقولوا لك
لازم الواحد يظبط وضعه مع الطرفين، بلكي ما سقط. إيه لا حبيب، إثبات على شيء وريحنا. وأحلى شيء لما بيقولوا بدنا نرجع لحضن الوطن، لك حبيب على حضن أي فرع بدك ترجع. لا إيه هاي بتشلش الواحد. السعودية بتدفع الفاتورة. إيه بس ترجع نانتك صبية وياخدها الملك عبد الله بتدفع الفاتورة. وهون مستمعين إذاعة ياسمين الشام، بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الرابعة من مثير للضحك. بتمنى أنه نكون رسمنا البسمة بوجوهكم بظل هي الحرب. كان معكم جهاد من وراء المايك، ومحمد بهندسة الصوت والإخراج، وشباب حاجز باند بالإعداد. ضلوا بخير وأمل وسلام.